شوف، عرفتك ما عندكش هادشي، ولكن تخيل معايا عندك 30 عام و9 ديال الديورة في كل دولة، عندك دار وعندك في كل وحدة من دوك الديورة طوموبيل. فيما مشيتي كتخرج تما وكتسار، الكونط عندك مفرقع فلوس، والخدمة انت الشاف، يعني الفلوس داخله بلا ما تكون انت. هادشي كامل زائد انك درتي واحد الهدف ديال انك تجول العالم، كدوز 7 ايام في كل دولة مع مرتك و4 ديال ولادك. تخيل هادشي كامل وانت حافظ القرآن و20 عام ما زهقتي تصلى. عجبك هادشي؟ تخيل نقول لك ان هادشي اللي مكتب لك الله توصل ليه الا زيرتي راسك وبقيتي خدام. وتخيل انت كتفكر تستسلم وتسمح في هادشي كامل. شوف، انا هنا باش نقول لك الهضره اللي خصك تسمع قبل ما تفكر تستسلم. 4 الحاجات. الحاجه الاولى، الحياه ستاجات. دابا انت ما عندك لا فلوس لا والو. تخيل نمد لك دابا 10 المليون ديال الدولار ونقول لك تاخذها ولا بلاش. باينه غتاخذها، شكون هذا المكلخ اللي يرفض هادشي؟ اسمع مزيان هاد الجمله، تقدر تكون ديك اللي قلتي هي اسوء تقول في حياتك. علاش؟ بكل بساطه انت دابا تقول في عقلك غادي تشد الفلوس غتستثمرهم وغدير بهم شي حاجه وتولي لاباس عليك. هادشي كتقولوا حيت مازال ما شديتيش الفلوس، مع غتشدهم ما يوقع لك بحال داك الفقيه اللي حياته كامله عاشها في الجامع وكيدخلوا الناس عنده ياخذوا الفتوى، واللي جا قال ليه راني زنيت السي الفقيه كيقول ليه هو ويلي نتوما كاع البنات دايرين فيكم هاد الحاله. الفقيه عمرو شاف البنات، نهار قرر يخرج يشوف الدنيا كي دايره ولا كيزني وخرج الطريق. نفس الحاجه ملي غتشد 10 المليون غيبانوا لك شي اغراءات وشي حوايج اللي عقلك في هذه الفتره من حياتك ما قادرش يتحملهم، ما قادرش يحبس راسو عليهم. هادشي كنقولوا لك كامل باش تعرف ان الله ماشي ما باغيش يعطيك ولا حاقرك، بكل بساطه الله مازال ما عطاكش شنو بغيتي حيت انت باقي ما وصلتيش لذاك النيفو اللي تقدر تتعامل فيه مزيان مع داكشي اللي بغيتي. الحياه عباره على سلم، ما كايناش شي حاجه سميتها تنجح بين ليله ونهار، وحتى اللي كيبانوا لك داروها راه غير كانوا كيبنيو في الخفاء، انت شتيهم حتى وصلوا. ثاني حاجه، ما يمكنش توصل بداك الشيء. نشرح لك كيفاش. في البدايات ديالي في الاول كنت كنحاول ندخل فلوس من الانترنت حيت كلشي كان ضاغط عليه، وكنت كنحس بواحد الضغط رهيب، ما كنتش عارف ان هذا الضغط انا اللي كنت حاطه على راسي. ما عرفتش هذا الشيء حتى لدابا. كنت كنسكرولي كندير العاده السريه وكنتفرج في نتفليكس. دابا المشكله هذا الشيء خليني شنو كيدير لعقلك ملي كتجلس تخدم وانت كدير هذا الشيء، عقلك كيولي عنده خيارات. مثلا دابا انت جالس كتمونطي فيديو وعقلك عنده خيار اخر، راه التليفون حداه محطوط يقدر يسكرولي والتلفازه راه محلول فيها نتفليكس، اكيد عقلك كيبدا يغري فيك تمشي تتفرج وغتحس براسك بحال جالس على الجمار. والشيء الا ما كنتيش كتمتع بديك الخدمه اللي كدير فراه مستحيل توصل من الاخر. يعني قطع داك الشيء حيت عقلك ملي يلقى عنده 2 خيارات، يا يمونطي الفيديو يا يجلس يشوف في الحيط، فراه غيجيك المونتاج ممتع، ولا على الاقل ما غتحسش براسك جالس على الجمر. ثالث حاجه، الا بغيتي توصل في اي حاجه وتنجح خصك الانضباط. وبزاف الناس كيقولوا لي ما كنقدروش نضابطوا، ورينا كيفاش نديروا. تخيل دابا شي حد كيشرب الماء قدامك وانت بغيتي تشرب، مشيتي قلتي ليه اسمح لي اخويا عافاك وريني كيفاش نقدر نشرب الماء، غيشوف فيك واحد الشوفه ديال كيفاش تشرب. شرب، هز الماء وشرب. وراه نفس الحاجه ملي كتشوف شي حد منضبط وكتسولو كيفاش نقدر نولي انا بحالك، كيفاش تولي منضبط؟ غتنضبط اصاحبي، غتهز راسك غدير داكشي اللي خصو يتدار واخا ما فيكش، واخا كتحس بالموت. راه الغباء ديال هذا السؤال كتخليني باغي نشد شي واحد. المهم ندوزو للحاجه الرابعه. هاد الحاجه تعرفها ولكن ما تحسش بها الا الا كنتي مجربها. علاش الاغلبيه كيحبسوا كيستسلموا؟ حيت كيحسب لهم راه ديما غيبقى داك الالم والتزيار. اما الواقع حاجه اخرى. الصعوبيه في اي حاجه كتكون غير في البدايه، اما من بعد فراه كتولي تستمتع بها وكتولي تعجبك ديك الحاجه. والا صبرتي ووصلتي لهاد المرحله فتق بيا غتوصل لاي حاجه كتحلم بها. تخيل معايا في عام 1953 تزاد واحد الانسان سميتو هوارد في عائله فقيره، وكان خدام في واحد المحل القهوه. كانت ديك الساعه القهوه كتباع غير في ساشيات، مازال ما كتباعش طايبه، وكانوا احلامه كبيره، ما باغيش يبقى خدام في ذاك المحل حياته كامله. بقى خدام المده حتى النهار اللي غادي يزور ايطاليا وغيدخل لواحد القهوه فيها، لقى الناس جالسه وكتشرب القهوه وكيضحكوا وعجبو داك الجو. ما كانتش الفكره ديال الناس كتشرب قهوه في المحل في ميريكان ديك الساعه، وهو عجبو داك الديكور، وملي رجع عرض هذه الفكره على القهوه اللي كان خدام فيها، ولكن رفضوا الفكره وضحكوا عليه. سخط هوارد وقرر يخرج من الخدمه وينتج محل ديالو ديال القهوه. بقى كيحاول حتى صدقات ليه ونشأ شركه القهوه اللي كتقدر بملايير الدولارات وعندها اكثر من 35 الف فرع في العالم. سيدنا ادوارد هو اللي نشأ ستاربكس. بغيت بهاد القصه نوصل لك جمله وحده، الا ما استسلمتيش ما كيهمنيش شكلك كيفاش بديتي كي درتي غتوصل في الاخر. عمري في حياتي كامله ما شفت انسان ما استسلمش وما وصلش. والا كنتي واحد في الحاجه الثانيه اللي قلت مدمن على السكرولينغ، شوف هذا الفيديو باش تعرف كيفاش قدرت نقطعها، ودابا جاي 6 شهور بلا سكرول.